تشيكن رول او رول الدجاج، وصفة سهلة وبسيطة وهنحضرها بطريقة موفرة جدا. كريسبي مقرمش من بره ومستوي من جوه وطعمه يجنن. كمان نقدر نعمله بكمية ونشيله في الفريزر ونطلعه على القلي على طول. هنحضره بطريقة موفرة جدا، وكل ده من اقل من نص كيلو صدور فراخ. انا معايا هنا بالظبط كانوا 400 جرام من البانيه، قطعته مكعبات وهفرمه في الكبة وهنعمه كويس جدا. بعد كده هضيف عليه بيضة واحدة وهضربهم مع بعض لحد ما يندمجوا كويس. بعد كده هبتدي اضيف البقسماط. معايا كوباية واحدة من البقسماط، هضيف الاول نصها وهسيب النص التاني على جنب. وكمان هضيف ملح، فلفل ابيض او اسود، ربع معلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، مش اكتر من كده. مش هحتاج توابل تانية خالص ولا حتى بهارات فراخ. هبتدي اعجن، وعلى حسب بقى لو لقيت ان الخليط ده لسه ملزق معايا هضيف بقسماط. هضيفه معلقة، يعني باقي الكوباية ده هضيفه معلقة لحد ما اوصل ان هي تكون يعني متماسكة مش بتلزق واقدر اتحكم فيها. يعني بتكون برضو فيها تلزيقة بسيطة بس بنقدر نتحكم فيها. تقدروا تعملوا الوصفة دي بصدور الفراخ او بالاوراق المخلية زي ما تحبوا. كده خلاص بقت جاهزة معايا. هدخلها التلاجة 10 دقايق بس ترتاح قبل ما اشكلها. وبعد ما عدى ال10 دقايق هجيب كيس تلاجة هفتحه كده، وهاخد بقى من الخليط ده معلقة. انا هاخد بالمعلقة علشان ان شاء الله ان الكمية كلها او الرولات كلها تكون متساوية وحجمها واحد. وهبتدي افردها بايدي او بفرادة العجين زي كده. وهضيف جوه بقى لانشون تركي، شرايح جبنة شيدر، زي ما تحبوا ضيفوا اللي تحبوه، الطعم اللي تحبوه استخدموه. هقفل الاجناب كويس، وبعد كده هبتدي بالكيس كده الف رول. سهله قوي وما بتاخدش وقت. كمان زي ما قلت لكم نقدر نعملها بكميه ونشيلها في الفريزر ونطلعها على القليه على طول اهو. وهضغط كده عليها بس هقفلها كويس. وهبتدي ارصها على طبق او صينيه عليها كيس تلاجة، وهستمر بنفس الطريقه. طبعا انا باخد كميه الفراخ بالمعلقه علشان كلهم يبقى حجمهم متساوي في النهاية. الكمية دي هتعمل يعني 400 جرام دول هيعملوا معايا حوالي 21 قطعة من رول الفراخ او التشيكن رول. فكرته حلوة قوي والولاد هيحبوها. لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم. تقدروا بقى تاكلوها في سندوتشات او مع مكرونة. انا هعمل في نفس الفيديو مكرونة دلوقتي من غير من غير سلق، مكرونة بالصوص الاحمر في حلة واحدة تحفة. بعد ما خلصت كل الكمية هدخلها التلاجة ترتاح حوالي 10 دقايق بس لحد ما احضر التغليف. اول طبقة معايا بيضتين ضفت عليهم ملح وفلفل ابيض، هضربهم مع بعض كويس. وبعد كده هضيف عليهم كوباية من الحليب وكمان معلقتين كبار من الدقيق. انا عايزة الخليط ده يكون متماسك شوية وتقيل، يعني مش تقيل قوي ومش سايل زي اللبن او الحليب، بس يعني يكون ليه سمك الى حد ما بحيث ان هو يشيل التغليفة ويبقى ليه قوام حلو. بعد ما حضرت الطبقة الاولى، الطبقة التانية بقى كريسبي او بقسماط فيجيتار زي ما تحبوا، بس انا بحب خلطة الكريسبي دي جدا، تدي طعم حلو. وكمان القرمشة بتاعتها والشكل بتاعها في النهاية بيكون حلو قوي. هغمس طبعا الرولات دي في الطبقة الاولى اللي هي البيض والحليب واللبن، اسفة الحليب والبيض والدقيق. وبعد كده هغلفها بالكريسبي ده او بخلطة الكريسبي. ولو عايزين بقى ليها فوليوم او حجم شوية والقرمشة بتاعتها عالية بنغمسها مرتين تاني اهو. بغلفها اول مرة بالحليب والدقيق والبيض، وبعد كده بالخلطة الكريسبي او البقسماط، وبرجع تاني اغمسها في التغليفة الاولى اهو واغلفها تاني. بيديها حجم حلو قوي وقرمشة تحفة، وكمان طعمها في النهاية يجنن. بعد ما غلفت كل الكمية هدخلها الفريزر. مهم ان احنا ندخلها في الفريزر اقل حاجة نص ساعة، مش اقل من كده.
هحضر دلوقتي المكرونه في حله على النار، فيها بصلايه متوسطه قطعتها كده مكعبات صغيره، معلقتين زيت، وكمان رشه بسيطه من الملح تساعد ان البصل معايا يدبل، واقلبها لحد ما البصل يبتدي يدبل وياخد لون بسيط. انا ما بحمرش خالص البصل المكرونه. بعد كده هضيف عليهم فصين توم مفرومين، هقلبهم شويه مع البصل بس يا دوب ريحتهم تبتدي تظهر، مش هحمر التوم علشان ما يمررش. هضيف عليهم معلقتين كبار من صلصه الطماطم او معجون الطماطم، تقدروا تستغنوا عنهم وتستخدموا عصير طماطم فريش بس. هشوح كده الصلصه مع البصل والثوم، وهضيف عليهم معلقه صغيره من السبع بهارات. وبعد كده هضيف عليهم العصير الطماطم الفريش، تقدروا تصفوه او من غير ما تصفوه زي ما تحبوا. انا هنا ما صفيتوش. وهضيف لها كمان ملح وفلفل اسود، وهسيبها تغلي. انا مش عاوزاها تتسبك، يا دوب تغلي بس غلوه بسيطه، وطبعا الكميه بنتحكم فيها على حسب كميه المكرونه اللي احنا هنسويها. اول ما تغلي غلوه واحده بس هضيف عليها المكرونه، اي نوع مكرونه طبعا تحبوه. بعد ما ضفت المكرونه هبتدي كده اقلبها، كل ده على نار عاليه. كل دقيقه تقريبا هقلبها تقليبه واحده، وهظبط الملح والفلفل بتاعها. انا هنا مسبكتش الطماطم علشان هي هتستوي في الطماطم دي. اول ما بتتشرب كل كميه عصير الطماطم او السوائل اللي فيها، بهدي النار وغطيها لحد ما تستوي زي الرز بالظبط. هنا بقى طلعت التشيكن رول من الفريزر، وابتديت ان انا اقليه في زيت سخن، زيت درجه حرارته متوسطه. وبعد ما بضيف وحدات الفراخ كلها او رول الفراخ، بهدي النار، يعني نار هادية علشان يستوي. بس في الاول بتكون النار متوسطة والزيت سخن. بعد ما بتاخد لون بقلبها على الناحية التانية. طبعا تقدروا تتحكموا في اللون زي ما تحب. اهو هنا غمقتها شوية بس كان طعمها تحفة، وهي باينة كمان في التصوير اغمق من العادي، كان لونها يجنن. بس خلي بالكوا برضو يعني يكون لونها ذهبي كده مش غامق. بعد ما شلت كل التشيكن رول ابتديت ان انا اضيف تاني، عليت النار ابتديت اضيف في الاول التشيكن رول كلها، وزعتهم في الطاسه، وبعد كده برجع اهدي النار تاني عشان يستوي. شايفين بقى تحفه، مستويه من جوه وكريسبي من بره، تجنن، مفيش احلى من كده. وكمان بسيطه وسريعه، احلى كتير من اكل المطاعم، مستحيل نشتريها من بره بالطعم ده. وخصوصا كمان التوابل فيها مش كتير، وطعم الفراخ نفسه واضح، مش مغطيين عليه بالتوابل. كده خلاص خلصت كل الكمية. عمل معايا بالظبط 21 قطعة من التشيكن رول. كمان المكرونة ما شاء الله مستوية وتحفة، متغلفة كويس جدا بالصوص ومفلفلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة. السلام عليكم ورحمة الله.